الممبار البلدي بأبسط وأسهل طريقة اتعملت على اليوتيوب. هخليك لو 10 كيلو هتنجزيهم في ثواني بخلطة مميزة وطعم وريحة هتجيب آخر الشارع من بره. وهتابع معاك خطوات التحضير خطوة بخطوة من أول ما بنغسله لحد ما بنحضره مع بعض. بس نسمع الفيديو للآخر وما ننساش اللايك ومشاركة لكل حبايبنا. ولو أول مرة تشرفوني أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في تحضير الوصفة على طول. أول حاجة هنحضرها وهي الممبار. معايا هنا كيلو من الممبار البلدي. هوريكي بقى ازاي تغسليه بسرعة جدا في أقل وقت ويبقى نضيف معاكي زي البفت. في الطبقة الخارجية بقى للممبار على حرف الممبار نفسه بيبقى فيها طبقة من الدهن. هتاخديه بقى تحت الحنفية وهتغسليه كويس جدا. وتراعي وانت بتغسليه طبقة الدهن ما يكونش فيها اي شوائب، يعني تغسليها كويس لا يكون فيها اي شوائب متعلقة فيها. وكمية الدهن اللي تبقى عليه من بره انا مش بشيلها. بعد ما بنتهي من غسله كويس بقلبه على الناحية التانية وهنقعه بقى في عصير ليمون وملح وخل ودقيق. هضيف له 3 معالق كبار من الخل وعصير ليمونة كامل ومعلقتين كبار من الدقيق وأربع أو 5 معالق كبار من الملح وكيس بيكنج باودر. وممكن تستبدل البيكنج باودر بالبيكربونات الصوديوم. وبمجرد ما بتضيف البيكنج باودر أو البيكربونات الصوديوم بيعمل معاكي فوران. الفوران ده بقى اللي هيساعد معانا إنه ينضف معانا بسرعة. بسيبه بقى منقوع في الحاجات اللي ضفناها مع بعض دي وبنحضر في الخلط. ويفضل ان خطوات تحضيره ونقعه تبقى من بالليل ويبقى بايت نظيف ومتصفي لتحضير الخلطة والحشية تاني يوم. ويلا بينا بقى نحضر اجمل تتبيلة وخلطة كل اللي هيدوقه من ايدك هيقولك عملتيه ازاي ويسألك على الطريقة. في الاول هنحضر الخضار. معايا هنا 3 حزم من الخضار. يفضل الخضار اللي هنستخدمه يكون نوعين بس، كزبرة وشبت، بلاش البقدونس. فتحت الربط بالسكينة وقلبت فيه كويس علشان بيبقى فيه حشيش غريب. بعد كده خدته تحت الحنفية وغسلته غسلة معتبرة وصفيته من المية بالسكينة بقى وهقطعه تقطيع صغير خالص. كده نكون انتهينا من تحضير أول خطوة. نيجي بقى لباقي كمية الخضار. معايا هنا شطة وفلفل أحمر حوالي ربع كيلو وحوالي نص كيلو من البصل. ومحدش يستكتر كمية الخضار اللي هقول عليها لأن ده هو اللي هيدي نكهة وهيزود معايا الطعم. وغير كده كمان الممبار بتاعنا بعد التسوية أنا بضمنلك إنه هيكون الرز من جوه مفلفل ومش مكتوم. ممكن تفرميه في الكب أو نستخدم السكين. الكب بقى ما شالتش معايا الكمية كلها. قسمت نص كمية الشطة على نص كمية البصل وضفت باقي كمية البصل والشطة في الكب. وضفت معاهم كمان راس توم كاملة وعودين من ورق النعناع الأخضر. فرمتهم في الكبة وضفتهم على باقي كمية الخضار. وبكده نكون انتهينا من تاني خطوة وهي الأهم. وزي ما قلت لكم في أول الفيديو محدش يستكتر كمية البصل والخضار اللي هنضيفها للممبار لأن هو ده أول عامل أساسي في سر الطعم والفرق بين اللي بتشتريه من بره واللي بتعمليه في البيت. وأنا جبت لكم بقى الطريقة دي مخصوص من أشهر مطعم عندنا في القرية. وسر الطعم الأصلي لنجاح الممبار هيبقى كله في فيديو النهاردة. والخطوة الجاية دي بقى وهي تحضير الرز. معايا هنا كيلو إلا ربع من الرز غسلته كويس تحت الحنفية مرتين أو 3 لحد ما المية كانت بيضة وشفاف وضفته على باقي كمية الخضار. ويلا بينا بقى نشوف البهارات بتاعتنا. أول حاجة هضيفها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة بابريكا اللي هي الفلفل الحلو ومعلقة صغيرة من التوم البودر. هضيف كمان نص معلقة صغيرة من السبع بهارات بتجيبيها جاهزة من عند العطار ومعلقة صغيرة بصل بودر. وهظبط كمية الملح المناسب. هضيف كمان معلقة صغيرة من بهار اللحمة بيفرق جامد في الطعم وفي الريح. ومكعب مرق وتقدري تستغني عنه لو مش حباه وممكن نستبدلها بالملح الصين. والمعلقة وهقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعضها. وانا بقلب كده بقى افتكرت ان انا لسه ما ضفت الزيت. هضيف 4 معالق كبار من الزيت ومش بنضيف لا سمنة ولا زبدة، بنكتفي بكمية الزيت بس لأن زي ما انتوا عارفين الممبار بيبقى فيه كمية من الدهن وبتغنينا تماما عن إضافة السمنة أو الزبدة. بعد ما بقلبهم كويس بركنهم على جنب وبسيب الرز يتشرب من التوابل والخضار اللي ضفناه. ونحضر مع بعض الصلصة أو عصير الطماط. معايا هنا كيلو من الطماط غسلته كويس تحت الحنفية وقطعته لمكعبات صغيرة. بس يا ريت وانت بتضربيها في الخلاط تخليها خشنة شوية، مش عايزاها ناعمة زي المية. بس بعد ما حضرتها مش هنزل بيها على الخلطة دلوقتي لأن الطماطم بيبقى فيها كمية كبيرة جدا من السوائل ولو نزلت بيها كده على الخضار هتبوش معايا الرز. والرز بعد التسوية مش هيبقى مفلفل زي ما أنا عايز. نزلت بعصير الطماطم وضفت له معلقة صغيرة من السكر علشان تعادل معايا نسبة الحموض.
وغير كده كمان لو الطماطم بتاعتنا زعقة شوية فبتديلها تسكير. وهضيف كمان كمية الملح المناسبة، ولو حابة بقى الممبار بتاعنا يكون سبايسي هتضيفيله بقى كمية من الشط. أنا ضفت معلقتين صغيرين من الشط ومعلقتين أو 3 من الزيت علشان تدي معايا تسبيكة ولون حلو للصلص. وهرفعها على النار بقى، ومن الوقت للتاني هديلها تقليب لما كمية السوائل اللي في الطماطم تنشف تمام، وبسيبها لما تهدى وتبرد، بعدين بنزل بيها على الخلط. وتسبيكة الطماطم دي بقى بتفرق في النتيجة جامد والطعم، بخلاف طبعا ما كنا هنضيف الطماطم بميتها كده على طول. اخر حاجة بقى بضيفها من التوابل وهي الكمون، ضفت معلقتين صغيرين من الكمون وبالمعلقة بقى، وهقلب كل المكونات مع بعضها كويس جدا. وفي الوقت ده بقى الريحة ما اقولكوش خطيرة. لو كنا نزلنا بقى بعصير الطماطم كده على طول، الرز كان هيتشرب كمية كبيرة جدا من السوائل اللي في الطماطم وكان هيبوش معايا الرز. وغير كده كمان طعم الصلصة بعد التسبيكة والإضافات البسيطة اللي ضفناها بيحسن جامد من طعم الصلص، ولون الرز بيكون أجمل وبيديله طعم وريحة حلو. ركنت الخلطة على جنب ويلا بينا بقى نحضر في المنبار. قبل ما بغسله أو أضيف له مية بإيديا وبدعكه دعكة معتبر، وأنا بدعكه في المصفى نزلت منه كمية كبيرة جدا في الطبق، ولسه كمان لما أخضع على الحوض تحت الحنفية باخد بقى قطعة قطعة وعلى الحوض وبكحتها بالسكين. والتتبيلة اللي نقعتيه فيها هتسهل عليكي كتير وهتخليكي تتخلصي من كل التراكمات اللي بتبقى على المنبار من بره بكل سهولة. وشطفته وغسلته بالمية كويس جدا وصفيته في المصف. كده المنبار بتاعنا بقى جاهز والخلطة كمان جاهز. وقبل ما ببدأ في حشي الممبار باخد شوية من الخلطة في طبق، ومجرد ما بخلصهم بضيف غيره، وبكده أنا بضمن إن الخلطة بتاعتنا تفضل ريحتها حلوة لآخر قطع. ولو انت بقى مش من المحترفين في حشي الممبار فأنا هخليكي لو 10 كيلو هتنجزيهم في ثوان. هتجيبي بقى ازازة من الزيت وهتاخدي الجزء الفوقاني اللي هو فيه حنك الازاز، وهاخد بقى الممبار بتاعنا احطه في حنك الازازة واضغط عليه كويس وابدأ حشيه. وبصراحة الطريقة دي منجزة وسهلة جدا، والكلام ده بقى لحبايب الصغيرين اللي لسه مبتدئين، انما امهاتنا ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب كلهم شاطرين ومحترفين في حشي الممبار. وكل ما صغرت في حنك الازازه كل ما كانت سهله ومنجزه في الحشيه. هقرب لكم بقى الكاميرا اكتر وهوريكم كميه الرز اللي هتضيفيها للممبار، ومش بقلل من كميه الرز ولا بزود. ولو كميه الرز زادت بيفرقع وهو بيستوي، علشان كده بقلل من كميه الرز وبخليها مهويه في قلب صباع الممبار. وافرد كمية الرز اللي أنا ضفتها في الصباع واخليها مبططة، واجي على الطرفين واخليهم من الرز، وأنا ببطط فيه وبسحب بإيديا في كمية الرز. لو أي حاجة زيادة بنزلها والأطراف فاضية تماما من الرز، لأن الطرفين دول بقى وهم فاضيين من الرز وقت ما بنسقطه في المية المغلية بيقفل من الجنبين. لما بيقفل كده بقى أنا بضمن إن باقي كمية الرز ما تخرجش أثناء التسوية. بدخل بقى جزء من الممبار في حنك الإزازة واضغط عليها بصبعي واضيف الكمية المناسبة من الخلط، وبستمر في الحركة دي لحد ما بنتهي من حشي الكمية كلها. وعلى ما انتهيت من تحضيره كنت مولعة على حلة مية وضفت لهم نص معلقة صغيرة من القرفة علشان اضمن ان الممبار بتاعنا وقت التسوية يكون ريحته حلو، وبصلة صغيرة وجزرة وورق لورا وحبهان وفلفل وكمون وكزبرة ومكعب مرق وكمية الملح المناسب. وبهدي النار على المية لحد ما بنتهي من تحضير الممبار. واهم حاجة انك تكوني خالية الاطراف من الجنبين من الرز. لو حابين بقى تطلعوا نفس الشكل اللي شفتوه في اول الفيديو كرات صغيرة، بنربطه بقى بالفتلة من الطرفين، نعد حوالي 3 عقلات من الصباع ونربط بالفتلة. وبكون محضرة جنبي فتل صغير بعد حوالي 3 عقلات من الصباع واربط بالفتلة، والشكل مش هيبان اكتر غير بعد التسوية. ومجرد ما بينزل في المية المغلية الشكل بيبان اكتر، بيعمل كرات صغيرة بومبي كده شكلها تحفة. بس وقت التسوية مش بنزل بيه غير لما بتأكد ان المية بدأت تغلي، علشان اضمن اكتر ان الرز ما يخرجش من صابع الممبار اثناء التسوية. بمجرد ما بنزل بيه في المية المغلية بيقفل من الجنبين، والكرات الصغيرة بتاخد نفس الشكل اللي قدامكم ده. شكلها جميل، ولو عندك ولاد صغيرين هيفرحوا بيها جدا. ومش بنزل بباقي كمية الممبار كلها دفعة واحدة، بنزل بيها شوية بشوية علشان اقدر احافظ على درجة حرارة المية ما تبردش معاه. ومجرد ما بينزل في المية بياخد نفس الشكل اللي قدامكم ده. هكلمكم بقى عن التسوية. في الاول برفعه على درجة حرارة عالية، وبمجرد ما بيبدأ بمرحلة الغليان بعد 10 دقايق كده بالظبط بهدي النار وبخليها وسط. وعن مدة التسوية بقى بتختلف حسب نوع الممبار اللي انت جايباه. كل ما الذبيحة كان عمرها صغير كل ما اخدت معاك وقت قليل في التسوية. وطبعا لو انت مشترياها من الجزار مش هتعرفيها، بس هقولك هتعرفيه هو استوى ازاي.
بعد بقى ما استوى معايا سبته حوالي من 10 ل 15 دقيقة في المية المغلية. بعدين بقى بخرجه من مية السلق في مصفى ومش بحمره غير وقت الأكل. ولو حابة تحفظي منه كمية في الفريزر يفضل قبل ما تحمريه، يعني بعد ما يبرد تماما تحفظيه في الفريزر عادي، ووقت ما تيجي تستخدميه هتخرجيه على التحمير على طول وأكنك عاملاه في نفس اليوم. في طاسة على النار بقى وضفت حوالي ربع كوباية من الزيت، عليها معلقة كبيرة من السمن، وأول ما سخن نزلت بكمية من المنبار، و5 دقايق وبنقلبه على الناحية التانية. هكلمكوا بقى سريعا عن التسوية لو مشترياه من الجزار ومش عارفة هياخد معاك قد ايه وقت في التسوية. في الأول بسيبه على درجة حرارة عالية حوالي 10 دقايق، بعدين بهدي النار وبخليها وسط، ومن بعد ما بيعدي عليه ساعة إلا ربع ببدأ أشوف وأطلع صباع وأشوف استوى ولا لأ. ولو الذبيحة كان عمرها صغير من بعد ما بهدي النار بياخد حوالي ساعة إلا ربع. بعد مرور ساعة إلا ربع بقى بتبدأي تتابعيه وتشوفيه استوى ولا لأ، تضغطي عليه كده بصبعك وتلاقيها طرية تعرف إن هو كده خلاص استوى. وبالنسبة بقى للكرات الصغيرة قبل ما بنزل بيها في السمنة بشد بقى الفتل بإيدي، ومش بنحتاج إننا نقصها بالمقص، بمجرد ما بتشيليها بتتقطع معاك بكل سهولة. وبمجرد ما بيخرج من الطاسة وهو سخن كده بديله رشة خفيفة خالص من الملح والفلفل والكمون. هتجربيه بقى بنفس الطريقة دي وهتدعيلي، هتقولي في حياتي ما عملته وطلع بالجمال ده. والرز مستوى اللهم بارك مع الخلطة وفي نفس الوقت مفلف. وبكده نكون خلصنا مع بعض فيديو النهاردة. أتمنى إن الفيديو ينال إعجابكم، وياريت لو الوصفة عجبتكم أتمنى اللايك والشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. ولو أول مرة تشرفوني أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد، وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما مفرحاني. وكل عام وأنتم بخير.